خلي نقاشنا. إذا النبي صلى الله عليه وآله انتهى، لماذا نزور قبر النبي صلى الله عليه وآله؟ وعندما جاء عمر والنبي صلى الله عليه وآله، الحديث في البخاري، أتكلم من حفظي، قال عندما مر على أناس قد قبروا فقال: السلام عليكم أهل دار حق، إنا بكم إن شاء الله لاحقون. فقال له عمر: كيف تكلم الناس وقد جيفوا؟ قال: لست بأسمع منهم. سؤال: إذا هذا صاحب القبر لا يأخذ ولا يعطي، لماذا الآن السنة بالملايين يزورون قبر النبي صلى الله عليه وآله؟ تفضل يا أستاذ. بالنسبة لأهل السنة والجماعة على الله مقامهم، يزورون قبر النبي وأصحابه، هذا يعني من باب الاحترام. أما رسول الله لا انتقل إلى لا من باب الاحترام لمن؟ هدوا من باب الاحترام للتراب، لو للجسد الموجود، لو للمكان الموجودة في هذا المكان. يعني تحترمون ماذا؟ نحن نحترم ما قدموه للإسلام. طيب الآن واحنا بالبرنامج، لحظة، واحنا بالبرنامج واحنا بالمسجد واحنا بالبيت واحنا بالمطبخ نحترم النبي. إذا كان هي مسألة ما قدموا، أنا وزوجتي بالمطبخ نتكلم ونحترم النبي ونسولف على ما قدموا. ليش نروح للقبر ونزور القبر؟ نحن لا نذهب إلى، يا أستاذ وعد، نحن عندما نذهب إلى الحج نزور قبر رسول الله. أما أن نستغيث بالرسول أو نطلب من الرسول، يا عمي أنت ذهبت إلى، يا اسمع الآن أنت ذهبت إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، ليش أنت تذهب إلى هذه؟ وكل السنة الآن كلهم لو أتيح لهم لقبلوا هذا الجدار الذي يحوي النبي صلى الله عليه وآله. ليش يقبلون هذا الجدار ويزورون هذه البقعة اللي هي تقريبا 10 أمتار؟ لماذا؟ والنبي مكانته في كل مكان. يا أستاذ وعد، يعني هنا لازم قبر النبي نخفيه، وقبر الصحابة لازم يختفي. يجب أن نذهب إلى الحج ونزور. والله ما عندهم جواب. شوف إخواني، من تحلل الأمور تحليل منطقي وتحليل علمي. أنت ما عم يعجبك الجواب. لا الآن يا أستاذ معاوية، الآن الشباب السني يقول لك فعلا احنا ما عندنا آية قرآنية وما عندنا، ولا ليش الآن في شاب سني أنا متأكد الآن هو يخاطبني عبر الأثير، عبر الوسائل الروحية، يقول لي: والله يا عم وعد أنا سني، ولكن يا عم وعد هذا عم معاوية ما يقول الصح. ليش؟ لأن فعلا احنا نروح لنحج، لكن نحرص على أن نزور النبي، ومكانة النبي موجودة في كل مكان. ليش نزور هذه 10 أمتار؟ فعلا إذا ما لها أهمية. يا أستاذ وعد، أعطينا جوابك يا أستاذ وعد. حجي دقيقة. أخونا معاوية، أبو بكر ليش توسل بعائشة أن يدفن عند النبي إذا القبر لا يفيد؟ سيدنا الصديق هذا صاحبه، رسول الله صاحبه. أدري إذا هو القبر لا يفيد ولا ينفع، لماذا ألح أن يدفن بجنبه؟ وعمر ألح أن يدفن بجنبه، وعائشة كانت تصلي في حجرتها مع 3 قبور. لماذا؟ تفضل. لماذا هذا من باب الصحبة والاحترام؟ لا، رسول الله لا يفيد بعد موته يا أبو كريم. لماذا طلبوا أن يدفنوا معه؟ لماذا؟ إذا ما يفيد. خلينا نجاوبك يا أبو كريم. أنا بدي أسألك سؤال، أنت إذا رحت إلى قبر النبي ماذا تقول؟ تفضل. نقول أنا أقول لك، لحظة أبو كريم، أنا أقول لك، أقول له: يا رسول الله، أخاطبه وهو حي. أنا عندي النبي صلى الله عليه وآله حي، أخاطبه أقول له: يا رسول الله، وأطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشفع لي وأن يستجيب لي بمكانتي عند الله تبارك وتعالى، لأنني أعلم أن الله هو الذي يعطي وهو الذي يرزق، لكن أنا متأكد أن النبي يسمعني، ونحن نقف أمام قبور أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ونقول له: يا إمام، أشهد أنك تسمع كلامي وترى مقامي ونرى. هذا شرك أكبر والعياذ بالله. الله أكبر، شرك أكبر. اي تفضل عبد الفقار، يقول لك هذا شرك أكبر. يعني عمر مشرك وقبوري. لحظة، يعني عمر مشرك الآن. مشرك وقبوري والعياذ بالله. اي يعني عمر مشرك الآن. يا أستاذ وعد، نحن شوف بس أعطيك، نحن المسلمين أهل السنة والجماعة نذهب إلى قبر الرسول، ندعو للرسول، ليس نستغيث به. نحن ندعو له، وللصحابة نحن ندعو له. دعاءك مو محتاج دعاءك الرسول، مو أنت تدعي له، مو طيب الأولين والآخرين تدعي له أنت، محتاج دعاك. اي أحسن سيد. لحظة معاوية، مو قلت لك اصبر علي لحظة. عندما تدعو للرسول ترفعه له هو يرفعك؟
أنا أقول اللهم ابعثه المقام المحمود الذي وعدته به. لك اخونا يا اخواني والله العظيم والله ذولا عجيبه. انت مو قلت ندعو للرسول والسيد اشكل عليك؟ سؤالي عندما تدعو للرسول تريد ان ترفع الرسول لو تريد ان ترتفع بالرسول؟ اعيد، خاف ما تتكلم خليني اتكلم لك اياها بالعاميه. اول مره بالفصحى، تريد من دعائك ان ترفع النبي صلى الله عليه واله ام تريد ان ترتفع بالنبي صلى الله عليه واله؟ تفضل. أنا أجاوبك. أنا أقول اللهم ابعثه المقام المحمود الذي وعدته. عندما هو طلب مني أنا شو أقول؟ أنت ليش أخذ الدوري؟ لحظة يا معاوية، أنا إذا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله أقول يا رسول الله استغفر لي عند الله، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا شرك أكبر. والقرآن والله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. إذا الله يأمرني أن أجي رسول الله. هذا في حياة النبي يا أبو كريم. يعني الآية الآن متوقفة؟ يعني الآية متوقفة؟ تبقى للذكر. سيدنا موسى ذكر 136 مرة، ما يفيدك سيدنا موسى. يعني هاي الآية ما لها فائدة، فقط الله له فائدة، صح ولا لا؟ فقط للذكر، ذكر بعد الله ما كان للذكر، لأنه الله ومحمد مقرونين مع بعض. الله هم للذكر؟ تفضل ذو الفقار، تفضل. الله لا يشبه به إنسان يا رجل. سيدنا محمد وهو ده يقول فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، اثنينهم. يعني الآية فقط استغفر الله يكفي؟ الرسول توفى، الله حي قيوم، اطلب من الله يا رجل. إذا الآية ناخذ بنصها. أحسنت، الآية ناخذ بنصها، نحذف الرسول من الآية. لا أبو كريم، إذا النبي صلى الله عليه وآله خلص توفى وما له أي فائدة، لماذا تخاطب النبي وتقول السلام عليك يا رسول الله؟ تفضل. السؤال؟ إذا النبي صلى الله عليه وآله انتهى ومات، لماذا تخاطب النبي وتقول له السلام عليك يا رسول الله؟ هذا من باب الاحترام لما قدمه رسول الله. ولما يرد عليك من باب الاحترام لو انه ما يرد. طب يرد عليك لو لا؟ ما يرد رسول الله، ما يرد. انتهى رسول الله. اي انسان. لماذا تقول في الصلاة السلام عليك ايها النبي؟ لماذا تسلم على النبي؟ اذا ما يرد يعني اخواني، هذا مولانا ذو الفقار، هذول الاخوه الوهابيه، هو يدري انه النبي ما يرد ويخاطب شيء لا يرد. يعني سؤال، هل يمر واحد على الحائط مثلا، هذا الحائط وين، خلي اشوف، هذا الحائط، هذا حائط، انا شو اسوي؟ السلام عليكم حائط، حائط، السلام عليكم حائط، تكلم معي، حائط، السلام عليكم، ما يريد والله الحائط، خليها مره ثانيه، حائط، السلام عليكم. فالنبي عنده مثل الحائط، هو يقول النبي مثل الحائط يعني ما يرد، كانه دا يكلم حجاره. والله اخوان انا من اقول لكم حجي هذا يكذب حديث النبي، يقول ما من احد يسلم عليه الا رد الله عليه روح حتى رد عليه السلام. حديث صحيح، صحيح الألباني. لا انا الان من حفظي اتكلم، ابن حجر العسقلاني، وابن حجر اشترط في فتح الباري انه لا يقول الا الصحيح اذا لم يعلم. ابن حجر العسقلاني يقول ما من مسلم سلم علي الا ابلغته نائيا كان او قريبا. ابن القيم في كتاب الروح، ابن القيم يقول انه الارواح بعد الممات تكون اوسع قدرة من الارواح في الحياة. ابن القيم عنده كتاب اسمه الروح. الان لو اردنا ان نتكلم في الادلة الان التي اسمع، مثلا في كتاب الانصاف، هذا امامكم على الشاشة كتاب الانصاف، ماذا يقول؟ يقول يجوز التوسل بالرجل الصالح، كتاب الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل، يقول ويجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب. هذا ما هم، هذا مش صحيح والله اخوان، دول كلهم يكذبون عليكم. شوف لما تحلل النصوص القرآنية منطقيا وعقلائيا وبالدليل تجد ان صارهم 1400 سنة يخدعونكم. والله في هذا البرنامج النجاة، جيب اي آية قرآنية نفكك وياك العبارات تجد انها، وهذا هو الكتاب اسمه الانصاف. بس من تلقى الانصاف؟ وين تلقى الانصاف؟ وهذول عندهم انصاف؟ هو شفت وهابي منصف؟ تفضل مولانا ذو الفقار وجه له السؤال. هناك شخص اخر غير هنالك الاخ عبد الرحمن. عبد الرحمن السلام عليكم، بس لحظه، السلام عليكم. عبد الرحمن الثعالبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخونا. سني؟
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نعم أنا سني جزائري تفضل أمازيغي. تفضل مولانا. أي جنة تقول لروافض أنهم بالجنة يا عبد الرحمن؟ نعم أرى أن الشيعة إخواننا هم في الجنة صح. ما سمعت الحوار ربع ساعة بيشرك بالله يستغيث بالقبور، هذا بيشم ريحة الجنة. استغفر الله استغفر الله. نحن أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية والصوفية نقول بقولهم ولا إشكال، الاستغاثة أو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأولياء الله الصالحين هذا مشروع في كل المذاهب الله أكبر. المذاهب الأربعة. الله أكبر. هذا شرك يا أستاذ، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. هذا خالف فقط راجع ابن نفسك. تيمية هو الذي خالف. يقول الإمام السبكي رضي الله عنه ورحمه الله أنه اجتمعت الأمة على الجواز التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء ابن تيمية وكان معاصرا له تقي الدين السبكي، قال حتى جاء ابن تيمية بهذه البدعة وهي أن قال أن الاستغاثة الشرك ولم يسبقه لذلك أحد. ونقل الطوفي الصرصري هذا الإجماع عن ابن الجزري في كتاب نسيت اسم الكتاب، لكن نقل الإجماع على أن الأمة تجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين والأنبياء.